تقديرنا واستنكارنا لكل من يقف من قريب أو من بعيد في من هذه الممارسات التي تمس كرامة كل مسلم، تبين على أن هناك خطة مدروسة تستهدف المسلمين في عقيدتهم. ولكن جاءت في هذا الوقت بالضبط الكل يعلم ما تعيشه الأمة، عرفت واحد النهضة، قامت الشعوب الإسلامية تنادي بحقها، تنادي بالعدل، قامت بوازع الإيماني ووازع الإسلامي، وتنقولوا لهم لأنهم كانوا يتظنوا بأن الأمة ماتت فيها الفطرة وماتت فيها الهوية. وما يحدث الآن من هذا الخروج العفوي وإن كان فيه ما يقال، وما حدث بالقريب من ثورة ومن صحوة لهذه الأمة يؤكد على أن الأمة حية وستبقى حية بإذن الله، لأنها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يظنوا بأنه إذا تخاذلوا الحكام ديال العرب واستهانوا واستكانوا وباعوا وشراوا في الهوية وفي مصالح هذه الأمة، نقول لهم أنتم خاطئون إن كنتم تقيسون هوان الحكام بهوان الشعوب. شعوب في جهة والحكام في جهة، وانا مطلوب انهم يغضبوا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تنشوفوا وتنسمعوا عن مثل هذه الاعمال المشينه بمقدساتنا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نزيدوش اساءه الى اساءه اخرى، لاننا نضروا برسول الله. حقنا اننا نفاعلوا، حقنا ان نغضبوا، ولكن ان يكون ذلك كما علمنا رسول الله وهو الاسوه، بتأني وبصبر وبحكمة، بدون عنف، بدون إراقة دماء، وهذا منهي عنه في الشرع، حتى نزداد بذلك رضا لرسول الله. نقولوا ونسجل بأن ما حدث ما غاديش ينقص من مقام ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجل عند الله سبحانه وتعالى وفي القرآن مذكور، وسيبقى بإذن الله لقيام الساعة. نقولوا لهم موتوا بغيظكم ولن يزيدنا ذلك إلا تشبثنا برسول الله. ونقول كذلك للحكومة الأمريكية، لأنها هي التي احتضنت هذا الفيلم، أن تقوم عاجلا وفورا بسحب هذا الفيلم وعدم يعني العرض ديالو في السينمات، وفي نفس الوقت نطالب بمحاكمة كل من ساهم وكل من نطلب الاعتذار كذلك، ونطالب بمحاسبة ومعاقبة المجرمين حتى تكون عبرة لمن يريد أن يمس كذلك بمقدسات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصرفوا إن شاء الله راشدين.